يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. هنحكي لكم النهاردة حكاية راقصة تونسية اسمها نرمين أصفر، وهي حكاية غريبة لأقصى درجة. عاوزين تعرفوا إيه هي الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن نرمين أصفر. ده ده أصفر وأحمر وأخضر، اللهم صل على النبي. المهم نرمين بطلة حكايتنا النهاردة بقى عندها ملايين من المتابعين على السوشيال ميديا في فترة قصيرة جدا، وده كان بسبب كورونا. هتقولي ايه العلاقة ما بين كورونا كمرض ونرمين كبطل؟ انا هوضح لك حالا. نرمين جت في فترة الحظر بتاعت كورونا وقررت انها تفتح بث مباشر وهاتك يا رأس. اوعى بقى تفهم غلط، هي عملت كده لهدف سامي ونبيل، والهدف ده انها تشجع الشباب على انهم يقعدوا في البيت وما ينزلوش وتقلل انتشار مرض الكورونا، يعني عمل خيري. مش دي بس القصة المثيرة للجدل في حكاية نرمين، لا دي كل تصرفاتها مثيرة. يا ابني قصدي مثيرة للجدل، شفت انت دماغك بتوديك لحتت بعيدة ازاي؟ في مرة نزلت من بيتها لابسة لبس استغفر الله العظيم، ايوه زي ما انت شايف كده. والمشكلة كانت في المكان اللي راحته باللبس المنيل ب60 نيلة ده، اصلا راحت اتصورت في المقابر. وطبعا اللي حصل ده قبله هجوم كبير من معظم المتابعين اللي طلبوها تحترم حرمة المكان اللي هي فيه. مش بس حكاية صورة المقابر اللي استفزت المتابعين، كمان ليها قصة تانية غريبة أثارت ضدها العديد من ردود الفعل الغاضبة. والقصة بترجع لأحداث زلزال تركيا، لأن نرمين بعد الزلزال دمر مدن كتير ووقع كتير من الضحايا قررت إنها ترقص في شارع رئيسي من شوارع تركيا. تقريبا كده كانت قاصدة تعمل زلزال تاني، وطبعا ده أثار غضب الكتير من المتابعين. والجديد بقى ان نرمين من فترة قريبة اعلنت انها تترشح للانتخابات، وقالت ان من ضمن برنامجها الانتخابي انها تفرض عقوبة على كل راجل يوعد بنت بالجواز وما يتجوزهاش. دي مجروحة بقى. وهتمنع الحجاب، وكمان ناوية تخفض سعر العيش، وتقريبا دي الحسنة الوحيدة اللي ناوية تعملها في حياتها.